سيداتي سادتي، من منا اليوم لا يستعمل الذكاء الاصطناعي؟ ومن منا ما زال يعتمد على قدراته العقلية وحدها بعيداً عن مواقع توليد الأفكار؟ الجواب ببساطة لا أحد. هل سألت نفسك يوماً كيف كان الرياضيون قبل اختراع الآلة الحاسبة ينجزون عملياتهم المعقدة؟ وماذا تغير بعد ظهور الآلة الحاسبة؟ هل يمكن مساواة نهضة ظهور الآلة الحاسبة بثورة الذكاء الاصطناعي رغم اختلاف الأجيال؟ واليوم، لماذا يخجل البعض في مجتمعنا من الاعتراف أنه كتب نصاً أو شعراً أو حتى قصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟ وأنتم ما رأيكم أني أنجزت هذا الروبورتاج بأكمله عبر الذكاء الاصطناعي؟ للمزيد تابعوني في هذا التقرير. أنا تحجل بسباعي. طاب مساؤكم. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية ناشئة، بل أصبح أداة يومية نتعامل معها من دون أن نشعر. فهو حاضر في هواتفنا عندما نبحث أو نترجم أو نصحح صورة، وحاضر في الحواسيب عندما نكتب أو نعد أو نخطط، كما نجده في الموسيقى والسينما والتعليم والعمل. لقد غدا الذكاء الاصطناعي جزءاً ثابتاً من تفاصيل حياتنا. قبل اختراع الآلة الحاسبة، كان الرياضيون والأساتذة والطلاب يواجهون أصعب المعادلات بالورقة والقلم. الأخطاء كانت كثيرة والوقت طويلاً، ومع ذلك اعتمدوا على وسائل محدودة أنهكتهم وأبرزت في الوقت نفسه براعة عقولهم. استخدموا أدوات يدوية مثل العداد المكون من الخرز والقضبان، واستعانوا بالجداول الرياضية كجداول اللوغاريتمات لتبسيط العمليات المعقدة. كما طوروا خوارزميات وتقنيات حسابية طويلة، وسجلوا خطواتهم على الورق، معتمدين على قوة الذاكرة والمهارة العقلية لمتابعة الحسابات الممتدة. في العصور القديمة، كان العداد الخشبي أو ما يعرف بالعداد الخرزي الأداة الأولى التي استخدمها السومريون والمصريون منذ نحو 2000 عام قبل الميلاد. ساعدهم على إنجاز الحسابات الأساسية، لكنه لم يلبي حاجة التطور العلمي المتزايد، فظهرت الجداول الرياضية التي يسرت العمليات المعقدة على العلماء والمهندسين. ومع ذلك ظل الورق والقلم الركيزة الأساسية لتسجيل الخطوات وتتبع النتائج، فبقيت الذاكرة البشرية في صميم العمليات الحسابية. النقلة الكبيرة هي اللي جات سنة 1642 منين اخترع العالم الكبير بليس باسكال أول آلة حاسبة ميكانيكية قادة على الجمع والطرح. كان ذاك التو بداية جديدة لمسار طويل انتهى بظهور الآلة الحاسبة الحديثة في الأربعينات من القرن العشرين، واللي اختصرت ياسر من ساعات الجهد في ثواني قليلة، وغيرت جذريا أساليب العمل العلمي والتعليمي. ما اعتبرها حد انتقاص من قدرات العقل البشري، لكن هي ثورة علمية أضافت إلى إمكاناته وحررته من عبء العمليات الروتينية المعقدة. واليوم نعيش التجربة نفسها مع الذكاء الاصطناعي. هناك من يراه تهديداً، وهناك من يراه فرصة، لكنه في النهاية هو امتداد طبيعي للتاريخ. فهو مثل الآلة الحاسبة، أداة في يد الإنسان، غير أنه أكثر تطوراً، لأنه لا يقتصر على الأرقام والعمليات الرياضية، بل يتجاوزها إلى توليد الأفكار وكتابة النصوص وإنشاء الصور واقتراح الحلول.